والله يا كابتن إبراهيم المباراة ستعاد في حال ما إذا أثبت الاتحاد الجزائري أن الحكام تلقوا رشوة، وقد حدث ذلك من قبل في مباراة بين السنغال وجنوب إفريقيا وأعيدت المباراة. يعني تتوقع يعاد اللقاء؟ إذا ثبتت الرشوة نعم. نعم مشاهدينا الكرام، الحادثة وقعت في تصفيات كأس العالم 2018، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة منتخب جنوب إفريقيا مع ضيفي السنغال. وأعلنت الفيفا عن إعادة اللقاء بين المنتخبين بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية، أيضا عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الحكم الغاني جوزيف لامتي الذي أدار المباراة التي فرضتها عليه لجنة التأديب والاستئناف التابعة لفيفا لثبوت تورطه في قضايا متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات. وكان لامبتي قد احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة منتخب جنوب إفريقيا في اللقاء الذي انتهى بفوزه جنوب إفريقيا ب2-1، مما جعل الاتحاد السنغالي يتقدم بشكوى ضده، وبالتالي أعيدت المباراة وفاز المنتخب السنغالي ونجح في التأهل لمونديال روسيا للمرة الثانية في تاريخه. فلما لا نفس الشيء يحدث إن شاء الله مع المنتخب الجزائري؟